وده عشان حاجة هقولها لكم برضو في الآخر مهمة جدا. خلاص عشت وأنا فاهمة إن اتعمل لي وقف حال في موضوع الشغل فعلا، لأن مش طبيعي. وكل مرة كنت برجع فيها الشغل كنت بعمل مجهود، أطلع 3 عمرات، أروح أصلي في السيدة نفيسة 40 يوم ورا بعض، أعمل مش عارفة إيه، ويقولك ب7 أرواح بتطلع لنا كده من كل حتة، وأنا عاملة مجهود فظيع في العبادات عشان أعمل حواليا هالة من التحصين تخلصني من اللي أنا فيه. ده اعتقادي، ده اعتقادي بتسلسل الأحداث كده. وبعدين جه موضوع السمنة حصل، فتوقفت سنة. كل الناس بتتوقف أسبوعين، أسبوع، شهر، شهرين، يعني كان أكتر حاجة 3 شهور. تامر أمين يعني سنة. وأنا بقى إيه، ابني بيدرس في إنجلترا وبنتي بتدرس في سويسرا وعليا ديون قد كده، خرابي، إزاي هقعد سنة في البيت؟ قعدت السنة وأنا كلي ألم. جالي واحدة كانت متجوزة لاعب كورة بدون ذكر أسماء، يعني قالت لي على فكرة عايزة أقول لك حاجة مهمة قوي، في واحدة ممثلة عاملة لك سحر، وسامحيني أنا اللي شاركت في إن أنا أعمله لك. الكلام ده من كام سنة، من 4 سنين. يمكن كدابة، يمكن لأ. ايه يا ستي، بايه السحر؟ بايه؟ يلا اشجوني، معمول لي بايه؟ قالك معمول لك بالتشويه. سبحان الله ولا اله الا الله. السحر معمول لك بالتشويه وبالمرض وبوقف الحال وبالطلاق وبالموت. ايه يعني؟ ايه يعني؟ في حد ممكن يروح يسحر لحد انه يتشوه؟ وهتشوه ازاي بقى؟ انا بتريق. هتشوه ازاي بقى؟ هيقع عليا بقى حاجة، ولا حد هيرشني بمية، ولا هتشوه ازاي؟ السحر اللي بالتشويه ده يا ستي كبري دماغك، ولا هتشوه ولا حاجة، ولا هتشوه ولا حاجة. اقسم بالله ده اللي حصل. ده غير بقى الربط والحاجات دي، لا ده حاجة جديدة. ربنا يعيني. انا الحمد لله من وانا عندي 4 سنين بصلي، الصلاة دي لا تفارقني لو في اي حتة. والكروب بتاعي عارف، في الشارع ماشي، في مزلقان ماشي، في كوبري ماشي، عادي الا الصلاة. مفيش، معداش 6-7 شهور وانا فاكرة ان ده هبل، يعني ايه العبط ده؟ وجالي انفكشن، المناخيري دي راحت واقعة كده، الحتة دي راحت واقعة كده. فدخلت عملية، قالك دخلت تعمل عملية في مناخيرها. انا اصلا كنت عاملة قبل كده فمش محتاجة اعمل تاني. دي وقعت كده، وقعت دلدلت. فدخلت اعملها، جالي انفكشن او تلوث في مثلث الموت. طب ايه يا عم التلوث في مثلث الموت ده هيحصل فيه ايه؟ انا في يوم كده التلوث ايه التلوث ده هيعمل ايه؟ يعني التلوث مش هاخد انتبيوتيك يعني وخلاص؟ لا 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 لا، مش هتاخدي انتبيوتيك وخلاص. انتي وانت ازاي يا شاكر بتقعد 9 ساعات؟ انا تعبت. لا بس لازم احكي الحكايه دي، لازم اكملها. الانفكشن اللي في مثلث الموت ده، الميكروب هيطلع على المخ وهتموتي. ايه بجد؟ ايوه، ده دخل على العظم ودخل على الغضاريف، اكل العظم واكل الغضاريف وهيطلع على المخ. ابني عنده 4-5 سنين،
لا مش عايز اسيب ابني، وعياط وانهيارات. وطلعت لي صوره كده وانا عيانه، قالك بتمثل، طالعه عامله بتمثل، عامله بروباجندا، عامله انها عيانه وهي مش عيانه، كانت بتعمل عمليه تجميل. يا لهوي يا لهوي يا لهوي على الظلم. ايه الظلم ده؟ ايه الظلم ده؟ بموت بموت بموت. وكل يوم الصبح الدكتور بقى خايف قوي اطلع اتكلم عنه او بتاع، وانا مش هتكلم عنه طبعا لان هو ما عملش حاجه. يعني جالي مثلث، المفروض عشان دي ما تقعش يحط حاجه هنا كده اسمها شبكه. الشبكه دي جسمي ما تقبلهاش، فعملت تلوث في الحته دي. مش انا دخلت اعمل تجميل، انا دخلت اعمل حته غضروف وقعت مني. قالك بعد شويه دي لازم بيحصل لها حاجه اسمها دعامه او سبورت، لو مش معمولها بتقع. المهم دخلت، طب هنعمل ايه بتاع ولا حاجه، هنبعت لك 3 ممرضات كل يوم ب 600 محلول مش عارفه ايه، لازم نلحقك قبل ما تموتي. من ساعه انا كنت كويسه، من ساعه ما اتربطت بايديا ورجليا واترشت وانا وقف قطع رزق، حبس، مرض، بس ده هموت. ايه ده؟ ممكن يكون فعلا اتعمل لي سحر ان انا هتشوه واموت. المهم صلاة طبعا ودعاء دعاء دعاء دعاء، وامي طبعا ربنا يخليها لي فضلت تدعي لي جامد جدا 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 جدا. مش عارفه ايه، الحمد لله دخلوا شالوا الغضاريف الملوثه وشالوا العظم وخدوا عظم من وداني. بصوا وداني ما فيهاش غضاريف، جلد بس. ما عنديش زيكم كوره ورا وكده. فضوا ده وشالوا كل الغضاريف والعظم واللي كده اللي كانوا ملوثين وهيطلعوا على المخ، وحطوا لي ايه، وداني في مناخيري. انا ما عنديش ودان، دي جلده كده للشكل يعني. وحطوها هنا وقال لي ايه، هنشوف هيحصل انها هتتعمل. وفعلا هي معوجة عاملة كده شوية، وكل شوية عشان ربنا خالق الغضاريف دي بتاعة الودان مش بتاعة المناخير، فشكلها زي ما انتوا شايفين كده معرج، وهتيجي كده شوية وهتفضل تيجي كده وتيجي كده وبتاع، لأن الغضاريف دي مش بتاعة مناخيري، دي بتاعة وداني، فبتفضل يحصل لها حاجة اسمها deformation دي يعني تتلخبط كده، ما تبقاش شكلها حلو، ديفورم يعني تغير اتجاهاتها كده. الحمد لله ما تشوهتش. صحيح الاول كانت مناخيري احلى كتير وبتاع، مناخيري دي صغيره قوي على وشي. طب يا جماعه، طب ما تكبروا لي مناخيري شويه، عشان مناخيري بقت انا دلوقتي حاطه فلتر طبعا، فباين انها مناخيري مظبوطه، هي مش مظبوطه خالص كده. طب يا جماعه لو سمحتوا من فضلكم، انا خلاص كده، طب ممكن نكبرها شويه. قالك عشان نكبرها شويه لازم ناخد من الرئه، لازم ناخد من الرئه غضروف ونحطه هنا، وممكن تنجح وممكن ما تنجحش. لا قلت لهم لا رئه ايه، خليها صغيره، خليها معوجه، بلاها مناخيري، وداني راحت ومناخيري راحت، مش مشكله. الحمد لله ان عيني، اقسم بالله قلت كده، مهم ان عينيا حلوه وجميله وكويسه. وعدت الايام وعدت السنه بتاعه الوقف، واشتغلت في قناه الشمس. وقبليها حد كلمني في التليفون قال لي لا بصي انا عارف ان انتي مش بتحبي خالص. انا بقى كنت ايه بعد الموضوع ده، صليت توبه ركعتين ان انا عمري ما هقابل حد يقول لي افكلك وما افكلكيش وكده. خلاص اللي ربنا عايزه هيكون، وانا هصلي وهقرا قران وهعمل اذكار وهحصن نفسي وخلاص، واللي ربنا عايزه هيكون، لان هم بضرين بيه من احد الا باذن الله. يعني ما فيش حد هيضرني غير باللي ربنا عايزه، واللي ربنا عايزه انا راضيه بيه.
فكلمتني واحدة قالت لي بصي في واحد قوي جدا 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 في ايمانه، هيجي بس ايه هيقرا عليكي الرقيه الشرعيه لان بيقول ان في اذى كبير جايلك. قلت له يا جماعه وانا كل ما حد يشوفني يقول لي في اذى كبير جايلك، في اذى كبير جايلك، ما انا كنت قبل ال8 سنين دي كويسه، ايه ده؟ المهم طبعا في حاجات مش عارفه اقولها لانها تخص ناس تانية غيري، لو قلتها هيزعلوا. المهم جه الراجل ده، ايه يا عم هتتوقفي من شغلك تاني وهتقعدي في البيت تاني ومش هتشتغلي تاني وهيحصل لك مشاكل تاني. مش صدقت قوي، وهيحصل لك مشاكل تاني. طب ايه هنعمل ايه؟ ولا حاجه، انتي عندك نوع من انواع المس. وقلت لهم يعني ايه، في حاجه لابساني يعني؟ لا 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 مفيش. طب امال ايه؟ هنعمل حاجه كده بس لازم يبقى معانا محرم وحد ومش عارفه ايه. طيب اوكي، خليت فيه محرم، قعد يقرا قران، رقيه شرعيه رقيه شرعيه، يقرا قران، وبعدين ايه راح حاطط ايديه هنا، محسيتش باي حاجه. وبعدين صحيت بقى وانا ايه اللي حصل؟ شوفي ايه اللي حصل، اسالي المحرم ايه اللي حصل، ده انتي فضلتي تهلوسي بالكلام وتعملي وبتاع. قلت له انا اغمى عليا ليه؟ قال لي ما عشان اللي مسك ده وبتاع. قريت بعد كده ان اصلا اي حد يدوس لحد هنا يغمى عليه في ثانيه، مفيش حاجه. بعديها حصل لي ايه؟ مش هتتخيلوا خالص حصل لي ايه. نايمه بالليل، وكل اللي انا بقوله لكم ده انا ما عنديش اي، ولا بشوف اي حاجه، ولا بيحصل لي اي حاجه، ولا عندي اعراض لاي حاجه، ولا بسمع صوت حد، ولا في الكلام ده خالص. بس ناس بتضحك عليا تقولي مسحور. لغايه الدقيقه اللي انا بكلمكم فيها دلوقتي دي بيدخل ناس على الانبوكس على صفحتي الشخصيه يقول لي انت مسحور لك انا عايزه اشوفك، انت مسحور لك انا عايزه اشوفك، وانا زي ما بقول لكم كده قعدت مع 2 في حياتي. اللي ضحكت عليا في الاول خالص دي دمرتني، والراجل ده بعديها ب6 سنين لما فضلت بقى علقه ورا علقه ورا تشويه ورا مش عارفه ايه، خفت بقى ايه الست اللي سحرالي التانية دي ان انا فعلا اتشوه واموت وبتاع. طبعا ده كان هبل مني رهيب، وده الغرض اللي انا يعني بحكي الحكايه دي عشانه. بعد كده اللي حصل ان انا وانا نايمه بالليل، والله العظيم والله العظيم ده حصل، ده ولا حلم ولا اي حاجه خالص. لقيت طوب بيترمي بعد ما الراجل ده مشي، طوب بيترمي على ظهري، طوب في حد بيضربني بطوب، وموجوعه جدا ونايمه ومش قادره اصحى. اي طبعا دكتور نفسي هيسمعني دلوقتي يقولك ايه ده كابوس. وانا نايمه فضلت اقرا ايه الكرسي ورا بعض، ايه الكرسي ورا بعض، ايه الكرسي ورا بعض، ايه الكرسي ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض، لغايه ما ظهرت لي حاجات بجناحات بيضه كده برموش سودة طويله، فضلت ايه ترفرف كده، ترفرف ترفرف ترفرف، وانا ابتدى الطوب ده يقل ويهدى بتاع. صحيت من النوم، انا في مخيلتي ده حلم، انا حلمت حلم. نمت وصحيت، كنت بشتغل في قناة الشمس ساعتها، ورحت عملت العملية. وحصل اللي حصل في وشي، وحصل اللي حصل. ورحت بعديها اعمل تحاليل، لقيت ان عندي هشاشة في العمود الفقري وسيفير، هشاشة سيفير يعني قوية جدا، وممكن تؤدي ان انا في يوم من الايام ممشيش.
لو ما عالجتهاش. والهشاشة دي علاجها اني باخد حقنتين، ولازم امشي ساعة في اليوم، ولازم اخد فيتامينات، ولازم مش عارفة ايه. لكن الهشاشة العظم اللي موجودة في ظهري دي او في العمود الفقري ممكن فعلا تخليني في وقت ما امشيش على رجلي. قعدت مع نفسي كده قلت طيب